سرعان ما انتهى، لأن السفينة اصطدمت بجبل جليدي، وتسبب هذا الاصطدام في تصدع السفينة، فبدأت في الغرق لمدة 2.5 ساعات، حيث غرقت السفينة بشكل تدريجي. في البداية غرق الجزء الأمامي من السفينة، ثم ارتفع الجزء الخلفي منها، وخلال هذا الوقت تم نقل المئات من الركاب وبعض من طاقم السفينة إلى قوارب الإنقاذ، والتي لم يتم ملء أي منها بالعدد الأقصى. في هذا الحادث توفي عدد كبير من الرجال نظرا لقاعدة الإنقاذ القائلة بأن النساء والأطفال يجب إنقاذهم أولا. قبل 1:22 من صباح يوم 15 من أبريل من عام 1912 كانت السفينة قد انقسمت إلى نصفين وغرقت، بينما لا يزال المئات من الأشخاص على متنها. أما من استطاعوا البقاء على سطح البحر فقد قضوا من